اهلا وسهلا بكم. النهارده حابب اناقش مع حضراتكم موضوع مهم. الموضوع ده عبارة عن استفسار بيدور في بال كتير مننا ممن هم مشغولين بأمان مستقبلهم ومدخراتهم. مضمون الاستفسار هو: أنا اشتريت دهب في فترة ارتفاع الأسعار، وللأسف السعر انخفض وأنا حاسس بندم شديد حاليا. قبل ما اناقش معاكم موضوع الاستفسار ده، حابب أقول إني ما أعتقدش إن كان في حد بيتوقع إنه يشتري النهاردة دهب ب50,000 جنيه، الشهر الجاي يلاقي سعرهم اتضاعف فيبيعهم ويبقى كسب 50,000 كمان. انا والله بتمنى ان ده يحصل، لكن ده نادرا لما بيحصل. وانا ما بقولش يا جماعة ان مجال الدهب ما بيحصلش فيه تقلبات سعرية ضخمة، لا بيحصل. ممكن في لحظة الاسعار تتضاعف عدة مرات، وممكن في لحظة الاسعار تنهار، لكن التقلبات الفجائية اللي زي دي بتبقى نادرة، والحمد لله انها نادرة لانها بتحمل معها شيء من الخطورة. طيب ايه القاعدة بقى في الموضوع ده؟ القاعدة ان مسار سعر الذهب بيتسم بالتقلب المستمر، ولو ان الصاغة نفسهم اعتمدوا فقط على تجارة الذهب بصورته الاولية، ما اعتقدش انهم كانوا هيتقدموا كتير، لان التغيرات في سعر الذهب لحظية. الاسعار بترتفع وتقل كل ساعة، فالصاغة بيكسروا او يكسبوا في لحظات، ولكن دايما المصنعية بتحفظ ليهم هامش ربح يحميهم من الخسائر. دي القاعدة المعروفة لدى كل مهتم بمجال الذهب. هنا بقى بيظهر أهم غرضين لشراء الذهب: أولا إنه يكون استثمار بعيد الأجل، أو إنه يكون مخزن للقيمة في أوقات الأزمات. لو غرضك واحد من الاتنين دول، عايز أقولك حاجتين. الأولى، أنت ما ينفعش بعد شهر مثلا من شرائك للذهب تبتدي تشتكي من انخفاض الأسعار، لأن من المفترض إنك عارف إن التقلبات السعرية حتمية في مجال الذهب، وكده ولا كده أنت مش هتبيع دلوقتي. فلما تيجي تقول انا خسرت، لازم حد يسألك انت خسرت ايه. هو انت بعت اصلا؟ اللي باع دلوقتي هو اللي خسر، انما انت ما خسرتش حاجة. يعني مثلا لو اقيت الذهب اللي معاك دي زادت الشهر الجاي $200، ورحت انت بايع وطلع لك مكسب، هتيجي تقول انا خسرت الشهر اللي فات؟ لا طبعا انت كسبان. اللي باع بخسارة هو اللي خسر، مش اللي ما باعش. هنا بقى تيجي تاني نقطة: هل لو انا صبرت يعني السعر هيرتفع تاني؟ وامتى؟ انا مش هجاوب على السؤال ده، احنا نخلي الارقام هي اللي تجاوب. سعر الدهب في بداية السبعينات كان حوالي $35 للأوقية. سنة 2000 وصل السعر لحدود $270. سنة 2018 وصل السعر لحدود $1200 للأوقية. ومع التسليم ان الفترة دي تخللها زلازل وتقلبات عنيفة جدا في الأسعار، لكن مع ذلك زي ما انت شايف ما زال المنحنى صاعد باستمرار. احنا حاليا في فترة انخفاض، وهو انخفاض منطقي وله اكتر من سبب. اولها واهمها هو قوة الدولار، واعتقد ان العامل ده لن يستمر طويلا، بسبب ان واحد من ابرز رؤى الرئيس الامريكي هو ان الافضل للولايات المتحدة ان يكون الدولار ضعيف، لان ده هيزيد من تنافسية المنتجات الامريكية في السوق العالمية. ورغم الاستقلالية الكاملة للاحتياط الفيدرالي، الا اني اعتقد انه بطريقة او باخرى ترامب هيلاقي طريقة يجعل بها طموحه حقيقة على أرض الواقع، وخصوصا إنه واضح إنه ضاق ذرعا بسياسة رفع الفائدة على الدولار، وفي سابقة تاريخية يخرج علنا لينتقد سياسة الاحتياط الفيدرالي. من العوامل اللي بتأثر كمان على انخفاض الذهب هو انتعاش أسواق الأسهم واتجاه المستثمرين ليها. لكن هنا فيه سؤال: في رأيك في ظل حرب تجارية متوقع أن تشتد في المستقبل القريب، هل تعتقد أن ازدهار أسواق الأسهم هيستمر؟ وهل تعتقد أن الازدهار ده هيستمر في ظل نظام عالمي غرقان في الديون بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا؟ هل تعتقد أن الدول نفسها آمنة في بحر الديون ده؟ إذا كانت حالة اليونان والأرجنتين والمكسيك وتركيا مش كفاية للفت انتباهك، فبإمكانك أن تلقي نظرة أدق على دول أكبر زي إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، كمان إسبانيا وأيرلندا والبرتغال. كل الدول دي تحت ضغط شديد جدا من الديون. وصدقني كل اللي انت شايفه حواليك، أسواق المال والشركات العابرة للقارات، تقارير المؤسسات المالية، حتى الدول، كل دي مجرد فقاعات قد تنفجر في لحظة. وإذا كنت مش مصدقني، كفاية بس إنك تبص نظرة واحدة على أحوال بورصة تركيا ولا حتى بورصة شنغهاي اللي كادت تنهار تماما
في لحظات من كام شهر، ولا زالت حتى الآن تعاني. ودي مش أول مرة تتعرض فيها بورصة الصين لأزمات من النوع ده. الصين بتواجه مشاكل متوطنة تتعلق أصلا بتضخم الديون على الشركات. مش بس الصين، العالم كله بيقابل مشاكل من النوع ده. مشاكل بتتعلق برضو الصين بتواجهها بتتعلق بتباطؤ النمو، وأسواق المال بطبعها غادرة. في لحظة ممكن تلاقي رؤوس الأموال اختفت من عندك في لحظة واحدة. عاوز أشير مرة تانية سريعا الحرب التجارية، وأقول إن أسواق المال في أمريكا وفي الصين كذلك تحت تهديد مباشر، وخصوصا إن كل دولة من الاتنين دول قادرة على توجيه ضربات مؤلمة للدولة الأخرى، ويصعب جدا أن ينتصر الطرف على الآخر بسهولة. غالبا هيبقى فيه تضحيات وآلام. اللي أنا أخشاه بقى أن تنعكس الآلام على الدول الفقيرة وأشباه الدول على رأي الرئيس السيسي، وغالبا هتنعكس. وخليك فاكر، لو شعر المستثمرون بخوف في أي بلد تأكد إنهم هيتجهوا للذهب، وده أكيد هيرفع سعره، فخليك مستعد لو ظهرت الإشارة. آخر حاجة عايز أشير ليها إن بقرأ من سنين عن نوايا عند العديد من الدول لاستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها التجارية. الكلام اللي من النوع ده دايما كان موجود، لكن في الآونة الأخيرة بدأت الأصوات المنادية بالإجراء ده تزيد وتعلى. روسيا وتركيا والصين وإيران ودول تانية بتتكلم بجدية عن إجراءات قد تتخذ قريبا. أهم ما قرأت عنه هو أن الصين بدأت السنة دي تستورد البترول بعملتها. عايز أقول إن إجراء زي ده بمثابة ضربة قوية للدولار وللاقتصاد الأمريكي ككل، وأعتقد إنه هيبقى تحول درامي في مسار سعر الذهب في المستقبل القريب. ورغم إن ده الإجراء الأول من النوع على المستوى ده، لكنه مش هيكون الأخير. تركيا كمان بدأت تسير في طريق الاستغناء النسبي عن الدولار في معاملاتها التجارية. أما روسيا فأعتقد إنها قد تكون الدولة القائدة لسالك الطريق ده. وعايز أذكركم بتصريح للرئيس بوتين قاله في قمة بريكس بتاعت السنة اللي فاتت، إن دول البريكس تشعر بالقلق إزاء الظلم الذي يتسم فيه الهيكل الاقتصادي والمالي العالمي الحديث، وقال أنه مستعد للبدء في الإصلاحات المالية من أجل التغلب على السيطرة على عدد محدود من العملات الاحتياطية بما في ذلك اليورو والدولار. أما في قمة بريكس السنة دي قال بوتين بشأن شركائنا الأمريكيين والقيود المفروضة خصوصا حول القواعد بالدولار إنه خطأهم الاستراتيجي الأكبر، لأن ذلك ينسف الثقة بالدولار. قال كمان بوتين روسيا تسعى للتقليل من المخاطر المرتبطة بالعقوبات من خلال التخلص من سندات الخزانة الأمريكية، لكن دون التخلي عن الدولار. خلي بالك، بوتين بيقول في كلامه أنه لا ينوي التخلي عن الدولار، لكن أفعاله بتقول غير كده. فبحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة الأمريكية من كام أسبوع، إن روسيا لم تعد جزءا من ترتيب الدول التي لديها الحجم الأكبر من سندات الخزينة الأمريكية. في مايو كان عند موسكو سندات خزينة بقيمة 14.9 مليار دولار، وبالتالي لم تعد مدرجة على قائمة الدول 33 التي لها أكبر حجم من السندات، مع أن قبلها بشهر واحد كانت روسيا الدولة رقم 22 في القائمة دي عندما كانت تملك سندات بقيمة 48.7 مليار دولار. أنا مش عايز أطول أكتر من كده، لكن أنا بقول بعض المبررات اللي بحاول أدعم بيها رأيي عن الارتفاع الحتمي للذهب. إن شاء الله هعمل موضوع مفصل عن الأسباب دي كلها، وإن شاء الله هتكون مدعومة بالمصادر اللي اعتمدت عليها في جمع البيانات. آخر حاجة حابب أقول رأيي فيها والاستفسار اللي بدأت بيه كلامي، أنا اشتريت دهب غالي، أعمل إيه دلوقتي؟ أنا ما أقدرش أقول لك تعمل إيه، لكن أنا ممكن أقول لك أنا عملت إيه. أنا عن نفسي اشتريت دهب غالي، والحقيقة إنه لما رخص استغلت الفرصة ورحت أشتري تاني، ومن وجهة نظري إن شاء الله مش خسران. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم عن موضوع دقيق بستند فيه على معلومات جمعتها وعلى تجارب شخصية. الموضوع ده بخصوص الجنيهات الذهب والسبائك الذهبية والمصوغات، أيهما أفضل في حالة الشراء بغرض